في لحظات في الحياة بتكشف لك يعني إيه راجل بجد، مش بالكلام ولا باللبس ولا بالشهادات، لكن بالموقف، بالفعل اللي بيطلع من القلب وقت ما الدنيا كلها بتجري للخلف. في ناس بتختار تواجه، تختار تحمي، تختار تبقى الأمل وسط الرماد. ناس وجودهم في الدنيا بيخلينا نصدق إن لسه في خير ولسه في رجالة من الزمن الجميل. النهاردة مش بنحكي عن بطل من فيلم ولا عن مشهد من دراما مؤثرة. النهاردة بنحكي عن أسطورة حقيقية، عن راجل ملبسش بدلة بطل ولا وقف قدام كاميرا، لكنه دخل النار برجليه من غير تفكير وساب أثر في قلوبنا صعب يتنسي. عمرك سمعت عن حكايات الرجولة اللي بتوصلك رسالة إن لسه الدنيا فيها خير؟ عن ناس ما بيستنوش حد يصورهم ولا جوايز تتوزع عليهم، ناس بطولتهم خارجة من قلبهم، زي النفس اللي بيتسحب، زي الدم اللي بيجري في العروق. زي حكاية عم خالد عبد العال اللي ما قالش أنا مالي ولا لف وشه وساب المصيبة تعدي، اللي ساب الخوف ورا ظهره وركب الموت بإيده عشان ينقذ مئات الأرواح من غير ما ياخد لحظة يفكر في حياته. النوع ده من الناس لما تقابله تحس إن الدنيا لسه بخير، وإن الجدعنة مش بس كلمة بتتقال، دي مواقف وقرارات وناس عندها ضمير صاحي، ضمير ممكن يوقف نار قبل ما تبلع مدينة بحالها. ما نطش من الشاحنة وهي بتولع، ما جريش وسط الزحمة وهو بيقول النجاة بالنفس، لأ، هو جري للنار، دخلها وواجهها، هو اختار يغامر وينقذ. تخيل شاحنة بترول مولعة جوه محطة بنزين، لحظة ممكن تتحول فيها مدينة كاملة الكارثة. كل الناس كانت بتجري بعيد وهو كان بيجري ناحية اللهب. مشهد مش في فيلم، ده حصل بجد في 10 من رمضان. الناس بتصرخ والدخان مغطي السما والقلوب بتخبط من الخوف، لكن خالد عبد العال كان قلبه أكبر من الخوف، أقوى من النار ومليان إحساس بالمسؤولية. ما خافش على نفسه، خاف على الأرواح، على الناس، على بلده. وهو بيقود الشاحنة وهي مولعة كان عارف إنها ممكن تنفجر في أي لحظة، بس ما حسبهاش بالخوف، حسبها بالرجولة، بالواجب، بالدين. ما قالش لو ولا أنا مالي، قال الناس أهم، المدينة أهم، الحياة أهم. ولما قدر يبعد الشاحنة عن محطة البنزين، ولما أنقذ أرواح ملهاش عدد، الكل وقف يسقف، الكل شاف بطولة حقيقية، مشهد عمره ما هيتنسي. تحية من القلب لأسد 10 من رمضان، عم خالد عبد العال، اللي كان بطل بجد ومعدنه من ذهب، والمصري الأصيل بيبان وقت الشدة. وفي النهاية وداعاً عم خالد عبد العال، البطل اللي أنقذ مدينة وساب وراء قصة لا تنسى، لكنه رحل البطل بهدوء بعد ما أنهى مهمته، كأنه كان حاسس إن أجله قرب. ما استناش يفرح بزفاف ابنه اللي كان المفروض الأسبوع اللي بعده، لكنه سابه وهو شايل فخر كبير وإرث من البطولة والرجولة. مش بس المدينة اللي هتفضل فاكرة، كل حد عرفه هيحكي بطولته للأجيال الجاية. فاللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، واجبر قلوب أهله وأحبائه، وبلغ ابنه الفرح ولو بقلب مكسور. الله يرحمه ويغفر له، ويجعل كل لحظة شجاعة عاشها في ميزان حسناته، ويثبتنا على طريق الحق والخير والشهامة اللي هو علمه لينا. ولو الكلام ده حرك فيك حاجة، شارك الحكاية دي وخليها توصل لكل بيت، علشان الناس تفضل فاكرة إن لسه في رجالة ولسه الدنيا بخير. وفي النهاية خلي دايما في قلبك مساحة تسمع بيها، لأن في كلام لازم تسمعه.